أهلا بكم وحلقة جديدة من حوار اليوم. شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انطلاق اجتماعات الدورة العادية 147 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية. طبعا لم يغب عنها ملف الصراع العربي الإسرائيلي اللي بيشهد الجديد في كل اجتماع أو قمة، وبالإضافة طبعا إلى كل الملفات الأخرى زي الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وما تم مناقشته، فضلا عن سبل التصدي لنقل البعثات الدبلوماسية للقدس ودعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني. أيضا كان حاضرا على طاولة الاجتماعات ملف الأمن المائي العربي ومحاولات سرقة إسرائيل للمياه العربية. لم تغب أيضا ملفات الأزمات العربية في سبيل الخروج بصياغة توافقية للوصول لحل سياسي لما تشهده الأراضي السورية والليبية واليمنية والعراقية والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية. الاجتماع تناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صداراتها القضية الفلسطينية. الحقيقة الملفات كانت كثيرة اليوم في الاجتماع، لكن احنا هنرصد اجتماع اليوم وكيف تمت قراءته أو يتم قراءته من خلال هذه الحلقة ولقاءنا مع ضيفي الكريمين الأستاذ أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير أستاذ محمد. الأستاذ خالد عبد الخالق الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إن شاء الله نبدأ بعد الفاصل. في إطار جهود القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء عملية السلام، ومرورا بجهود مصر داخل مجلس الأمن أو على المستوى الثنائي مع أطراف النزاع أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة لإعادة فتح آفاق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين، عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية 147 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية، وحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء الخارجية. اجتماع وزراء الخارجية ناقش 30 بندا تتناول قضايا فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وكذلك تناول الاجتماع تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها 28 المقررة يوم 29 من مارس الحالي في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن بين البنود التي تضمنها جدول الأعمال أيضا مخاطر التسليح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي والإرهاب الدولي وسبل مكافحته ودعم السلام والتنمية في السودان والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتعاون والعمل العربي المشترك وفقا للأسس والمرجعيات المتفق عليها. أهلا بكم من جديد. أستاذ أحمد السرساوي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، تابعت النهاردة اجتماع الجامعة العربية، كيف قرأت اجتماع اليوم بنتائجه؟ الحقيقة أنا ليا ملاحظتين أساسيتين على هذا الاجتماع. يعني الملاحظة الأولى الحقيقة إنه سيتم استثمار الحركة الدولية المصرية من خلال عضوية مصر في مجلس الأمن. احنا عارفين ان هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط العامل الأساسي في عدم استقرار هذه المنطقة ووجود هذا الكم الكبير من عدم الاستقرار نتيجة الإرهاب ونتيجة وجود لاجئين عرب. إذا كان في 25 مليون لاجئ على مستوى العالم، فمن 25 مليون دول في 20 مليون أو 18 مليون لاجئ عربي. إذا الكتلة الكبيرة من اللاجئين على مستوى العالم هم العرب. النقطة الأخرى اللي لفتت نظر الحقيقة إن كثافة أو كثرة البنود التي تم مناقشتها، يعني 30 بند خلال هذا الاجتماع، وكل بند من هذه البنود لوحده يمثل قضية
تستحق أن يفرض لها مؤتمرات ومؤتمرات. فما بالك حضرتك، يعني أنت بتتكلم أستاذ محمد في بداية الكلام وكما أشار التقرير إن إحنا عندنا مشكلة الاستيطان وعندنا مشكلة، يعني أنا ما كملتش بقى لأن الموضوعات كانت كثيرة فحبينا يعني خدت بعض أهم الموضوعات المهمة، رؤوس الموضوعات. ما يجري في سوريا وفي العراق وفي اليمن، قضية التسليح الإسرائيلي والسباق التسلح الموجود في المنطقة، التدخل الإيراني التركي، كل قضية من هذه القضايا يستحق أن يفرض لها ليس اجتماع تشاوري على مستوى وزراء الخارجية ولكن قمة عربية. فالحقيقة قمة قادمة في آخر الشهر. يعني بقول لحضرتك كل بند من ده يستحق أن يكون عايز قمة لوحدها، كل قمة لوحدها. من بالك أنت هذا الجدول المزدحم، الأجندة المتخمة لا يستطيع على الإطلاق. ممكن أن احنا نستعرض الأهم المعلومات حوالين هذه القضايا، لكن أن تبحث وأن يؤخذ فيها قرار، أعتقد أنا من وجهة نظري أن النية مبيتة لإعلان فقط في هذه القمة القادمة موقف عربي موحد تجاه قضية القدس ونقل السفارات المزمع نقلها. ده الموضوع الرئيسي. أعتقد هو ده القرار الرئيسي اللي هيصدر، لكن الوصول إلى حلول في باقي هذه القضايا الصعبة أعتقد هيكون سابق لأوانه. وهي النية مبيتة أن سيعلن قرار بأن من، يعني هو قرار تهديدي، من سيتم السفارة أو الدولة التي ستقوم بنقل سفارتها إلى القدس سيتم قطع العلاقات معها. ودي الحقيقة قرار سابق اتخذ من حوالي 20 سنة تقريبا، كان في قمة عربية سابقة وأجمعت حوالي 20 دولة عربية من 22 عضو في مجلس الجامعة لوحت بمثل هذا الأمر. وأعتقد كان في إدارة الرئيس مش كارتر، أعتقد كان بيل كلينتون، وتم التلويح بهذا القرار فتراجعت الإدارة الأمريكية، كانت إدارة ديمقراطية. فإحنا بصدد إدارة جمهورية أمريكية. هل سيتم في وسط هذا الزخم الموجود وإن إحنا لا نملك أوراق ضغط كافية على هذه الإدارة الأمريكية؟ بالعكس، ده الإدارة الأمريكية أول ما جت ضغطت على دول الخليج وضغطت على السعودية، وإحنا كنا عارفين إن المشروع القانون الجاستا اللي هو كان بيهدد بالسعودية بدفع تعويضات مهولة، عندما بس لوحت السعودية بأنها هتستخدم ورقة الاحتياطيات النقدية الدولارية الموجودة في الخزائن الأمريكية. وبالتالي الوضع المتغيرات الدولية أصبحت أكثر تعقيدا، ويجب أن يكون في حقائب الدول العربية بدائل مختلفة. يعني دايما الدول عندما تقرر مثل هذه القرارات يجب أن تضع عدة سيناريوهات، إذا حدث كذا سنتصرف بهذه الطريقة. إذن أهم قراءاتك يعني إحنا لسه في البداية، قراءتك للقراءة المبدئية للمشهد كثرة أن الأجندة متخمة للغاية، ونحن مش هنقدر نوصل لقرارات مصيرية وجادة في هذه 30 نقطة أو 30 بند، ولكن الأمر الأكثر يعني احتمالا هو إعلان أن الدول العربية موقف موحد، أن الدولة التي ستنقل عاصمتها إلى القدس سيتم مقاطعتها دبلوماسيا. طيب الأستاذ خالد، قراءتك أنت لاجتماع اليوم؟ هو في البداية الاجتماع ده يعتبر هو يعني اجتماع الدورة العادية لمجلس الجامعة، يعني بمعنى ان هو اجتماع عادي بيحدث كل 6 أشهر عقد مثل هذا الاجتماع، وبيكون اجتماع تشاوري للتحضير الاجتماعات، وخاصة اجتماعات القمة العربية اللي هتعقد في مارس من نهاية العام الجاري. لكن أود الإشارة إلى أمرين في غاية الأهمية، وهو أن دائما كافة اجتماعات الجامعة العربية عندما تعقد أو يتم عقدها كانت دائما تعقد في حالة من الخلاف والانقسام العربي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن كافة اجتماعات الجامعة العربية سواء على مستوى وزراء الخارجية أو حتى على مستوى القمة لم تستطع أن تلبي طموحات ومطالب الشارع العربي في أي من القضايا التي كانت مطروحة أو على جدول الأعمال الراهن. بمعنى أن كانت دائما القرارات العربية دون سقف الشارع العربي. وأذكر حضرتك جيدا أن حتى الآن أن الأزمات العربية اللي ألمت بعدد كبير من الدول العربية
زي سوريا وليبيا واليمن وغيرها، نجد ان البعد العربي غائب عنها كثيرا، او ان صح التعبير غير موجود على الاطلاق. يعني في الازمه السوريه نجد ان الاطراف الاقليميه هي الاطراف الفاعله والتي تقوم برسم ووضع الخطط والسيناريوهات لمستقبل سوريا السياسي والامني. الاطراف الاقليميه التي تركيا تقصد منها تركيا وايران اللي هي الاطراف الاقليميه الغير عربيه، تركيا وايران وروسيا كطرف دولي اساسي في العمليه السياسيه. في حين نجد غياب كامل للرؤيه العربيه او اي طرف عربي موجود على الساحه. كذلك الحال الموضوع في الازمه الليبيه، نجد ان هناك تباين كبير وواضح حتى بين الاطراف العربيه وبين اليه الجوار العربي التي شكلت منذ ما يقرب من عامين وضمت ليبيا وتونس وضمت تونس والجزائر ومصر والسودان وتشاد وغيرها من الدول. نجد انه داخل الاليه نفسها يوجد هناك تباين عربي بين الدول العربيه بشان كيفيه التعاطي وحل الازمه الليبيه. نجد ان مصر لها رؤيه، نجد ان الجزائر تقدم مقترحات ومبادرات تختلف عن المبادرة أو عن الرؤية المصرية، كذلك نجد تونس تقدم هي الأخرى مبادرات ورؤى تختلف عن الرؤيتين السابقتين. من هنا أنا بأكد على أن اجتماع وزراء الخارجية العرب هو عبارة أو محصلته هو قرارات وبيانات روتينية، يعني لا يجب التعويل عليها كثيرا في المرحلة الراهنة. يعني بتتوقع حتى القمه اللي جايه تبقى اللي في نهايه الشهر تبقى قمه تقليديه؟ المشكله ان دائما عقد القمم العربيه يعني كان في فتره من الفترات كان يكون مرتبط باحداث او تطورات عظيمه او جليله المت بالمنطقه العربيه. كان في بعض الاحيان اللي هو الانتفاضه الفلسطينيه، سواء الانتفاضه الاولى او الانتفاضه الثانيه، او حدوث تصعيد او توتر كبير من جانب اسرائيل يهدد امن لبنان او امن سوريا في فتره من الفترات. يعني كان القمم العربيه مرتبطه باحداث جليله وعظيمه، وعلى الرغم من ذلك احنا بصدد حدث جليله ونقل السفارات، والاستاذ العزيز قال لك لا ده هيبقى فيه اهو بيتوقع. يعني ما انا بتفق مع الاستاذ احمد ان حضرتك استاذ احمد كنت بتتوقع دلوقتي انه يصدر يعني يختزل الموضوعات في قرار حاسم بخصوص الاستيطان. انا اقصد في هذه النقطه استاذ محمد ان ليس هناك اعداد عربي مخطط، ويعني في الشؤون السياسيه دائما هناك نقطه مهمه جدا وهي التخطيط السياسي. أن القرارات الدولية لا يتم أخذها بهذه الطريقة العصبية أو هذه الطريقة الانفعالية، أو حتى إدارة الصراع لا يتم زي ما أشار زميل عزيز بأن لازم يكون في توافق رؤى للوصول في النهاية إلى حل المشكلة، وهو ضرب مثال بليبيا. لكن الحقيقة هو يعني يمكن ليبيا تختلف شوية لأن مصر يعني لها دور فاعل من خلال استضافة أطياف الطيف السياسي داخل ليبيا في مصر، ومحاولة يعني التوفيق ما بينها. لكن أرجع للنقطة بتاعتك أستاذ محمد، إن البعد التخطيطات السياسية العربية البينية مختفية. يعني احنا يعني إذا تطرقنا لموضوع أزمة سرقة المياه موضوع الأمن المائي أنا كنت لسه عايز أتكلم فيه. تطرقنا ليه لما تشوف حضرتك إن إسرائيل بتخطط لهذه المسألة قبل قيام الدولة الإسرائيلية من سنة 1000 تحديدا 1920 لما كانوا بيضعوا سايكس بيكو في حايم وايزمان اللي هو كان من كبار يعني المؤسسين للفكر إقامة الدولة الصهيونية، كتب لرئيس الوزراء البريطاني أيامها اللي هو كان ديفيد مش حضرني اسمه بالكامل هفتكره، عند تقسيم الحدود بين النفوذ البريطاني والفرنسي اثناء وضع سايكس بيكو ان يتم وضع منابع الانهار الثلاثه اللي هم الاردن واليرموك والليطاني داخل حدود فلسطين او ارض المعاد زي ما هم كانوا بيقولوا. وبالتالي شوف حضرتك بعد النظر ان يتم التخطيط، لان انت المنبع المياه هو اصل الميه، هم كانوا بيأسسوا لاقامه الدوله وفي دماغهم
أن الزراعة هي التي تكرس للتواجد وليست الصناعة. لا ومش كده وبس، يعني هم حتى حدودهم اللي لغايه دلوقتي الافتراضيه اللي منتظرينها هي من النيل للفرات. لا طبعا هيئات يعني، لا يعني ده هو متخيلين برضه خد برضه مائي برضه يعني من النيل يعني من النيل من نهر لنهر. صحيح. تعرف حضرتك لما كان هرسل بدأ المؤتمر الصهيوني الأول سنة 1798، شوف حضرتك في القرن 18 كانوا بيفكروا يعملوا دولة إسرائيل فين. طبعا قصة أرض الميعاد دي اختلقت بعد كده عشان خاطر يلبسوا عليها القصة بتاعت الاحتلال، لكن كان في أكتر من فكرة لإقامة هذا الكيان. كان في فكرة في الأرجنتين، وفكرة في أوغندا، وفكرة إن هو يتعمل في فلسطين. فقال لك لا، الأرجنتين أو شيلي دي مناطق بعيدة جدا في أمريكا الجنوبية، والمية هناك مش كتيرة وبعيدة عن منطقة الأحداث الدولية، احنا هنفكر في فلسطين، واختاروا هذه الأرض. فالحقيقة هذه النقط البعيد، التفكير البعيد والمنطقي ووضع السيناريوهات، هو ده اللي أنا بقول عليه إنه واضع غائب. هذا هو البعد الغائب عن الفكر السياسي العربي حاليا دلوقتي حاليا. طيب ده بعد مهم. من الأبعاد الأخرى أيضا مسألة التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، يعني إيران من جهة وتركيا من الجهة الأخرى. هل أيضا هذا البعد غائب عن السياسة العربية، يعني زي البعد المائي كده زي ما الأستاذ أحمد أشار؟ هو في البداية يعني إذا تتبعنا ما يعرف سياسيا باسم النظام السياسي العربي، كان في فترة من الفترات، في فترة المد القومي العربي، فترة الخمسينات والستينات، كان النظام العربي كان قادر على الصمود والوقوف أمام التحديات الإقليمية والقوى الإقليمية اللي بتحيط بالمنطقة العربية، سواء كان ممثل في القوى الإيرانية، الدولة الإيرانية، أو الدولة التركية. لأن كان وقتها كان في نظام سياسي بتقوده دولة واحدة لديها مشروع قومي، لديها رؤية واضحة، لديها ميزة مطلقة عما حولها من بقية الدول، كانت طبعا هي مصر في تلك الفترة. فكان حجم اللي هو التحديات اللي بتواجه النظام العربي في الوقت الراهن أو وقتها، كان من الممكن أن الدول العربية أن هي تستطيع أن تواجه هذا التحدي. لكن مع تطور الأحداث واختلال موازين القوى وما حدث من حالة من إن صح التعبير السيولة الأمنية والسيولة السياسية في عدد كبير من الدول العربية ودول النظام العربي، نتج عنه أن ميزان القوى انتقل تدريجيا إلى صالح القوى الإقليمية الممثلة في إيران وفي تركيا، وأصبحت تلك القوى الإقليمية هي قوى فاعلة في المشكلات السياسية وفي الدول العربية. يعني لا يستطيع أحد أن يغفل أو ينكر دور إيران في الأزمة في سوريا، أو الأزمة في العراق، أو حتى الأزمة في اليمن ودعمها للحوثيين. ولعل هذا ما دفع إلى المملكة العربية السعودية إلى تشكيل ما يعرف بعاصفة الحزم من أجل مواجهة المد الشيعي الإيراني في اليمن. كذلك لا يمكن أحد أن ينكر دور تركيا في الأزمة السورية وفتحها للحدود من أجل إدخال العديد من العناصر والجماعات الإرهابية والسلاح وما إلى ذلك من أجل إسقاط الدولة وإسقاط النظام السوري. يعني أصبحنا الآن في ظل هذه السنوات الأخيرة، بالتحديد الأربع أو الخمس سنوات التي مضت، أصبحنا نجد أن الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية تلعب الدور الفاعل والرئيس في أي أزمة أو في أي عملية سياسية في المنطقة العربية. المشكلة أن الدول العربية الآن إن صح التعبير لديها كثير من المشكلات ومن الأزمات الداخلية التي انكفأت على نفسها، بل وأصبحت تتناحر فيما بعضها البعض. يعني احنا يمكن لاحظنا مؤخرا خلاف مغربي جزائري من أجل عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، والجزائر لعبت الدور الأكبر من أجل مقاومة عودة المغرب. نجد لحد ما تباين في وجهات النظر ما بين مصر وما بين السعودية بشأن الأحداث والأوضاع في سوريا. نجد أن هناك خلاف قطري مصري بشأن تطورات الأحداث في كافة القضايا العربية بما فيها القضية الليبية، ودعم قطر لجماعات فجر ليبيا وأنصار الشريعة وجماعات وآخرها ثوار مجلس بني غازي وتقديمهم للدعم حسبما أعلن المتحدث العسكري للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري وما إلى ذلك. فنحن الآن أمام تباين في وجهات نظر عربية، ده اللي أعطى الفرصة للدول والقوى الإقليمية أن هي تتدخل ويكون لها اليد الطولة في أي عملية سياسية أو أي تسويات سياسية في المستقبل للأزمات اللي بتلم بالدول العربية. طيب أستاذ أحمد، في أي منظمة دولية إقليمية بتضم تجمع لدول منطقة وليكن الاتحاد الأوروبي أو غيرها، يعني
هو مش وارد ان يكون فيه تباين في السياسات ووجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا، ولا المفروض تبقى الصورة يعني مثالية انه كله يبقى متفق على كل الموضوعات؟ ده سؤال هايل الحقيقة. طبعا طبيعة الأمور ألا يتم التطابق، يعني وجهات النظر من الوارد جدا أن هي تختلف، لكن عندما يكون هناك استراتيجية، ما ده النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية، ان الفكر السياسي الموحد الاستراتيجي هو الذي يغيب عن الساحة العربية. وزي ما تفضل زميلي العزيز ان مفيش رؤية عربية، هناك تناحر داخلي وليس خلافا. ويعني عندما تقوم دولة عربية شقيقة بمحاولة إسقاط النظام داخل دولة أخرى أو غزوها، زي ما حصل في الغزو العراقي مثلا للكويت، احنا لم نشهد مثل هذه الأمور داخل حتى دول الاتحاد الأوروبي اللي هي لم تدخل حربا منذ الحرب العالمية الثانية. فالحقيقة بالرغم من وجود هذه التفاوتات في الثروات داخل الاتحاد الأوروبي مثلا زي ما حضرتك ضربت مثلا، لكن احنا الحقيقة في المنطقة العربية لم نصل بعد إلى هذا التوحد الاستراتيجي العربي، وخاصة في المجال الاقتصادي والمجال العسكري. حتى الاتحاد الافريقي يعني مش هنقول حتى والله الاتحاد الافريقي يعني ماشي حتى عنده رؤية استراتيجية، ماشي بخطوات اكثر اتزانا. هي وبالرغم ان احنا يعني فكرة الجامعة العربية هي فكرة سابقة للاتحاد الأوروبي. احنا جامعة الدول العربية انشئت أو أسست سنة 1945. الاتحاد الأوروبي بدأ باتحاد الحديد والصلب سنة 1947. يعني بالأقدميات كده هنلاقي مثلا هنلاقي الاتحاد طبعا جامعة الدول العربية يليها بقى الاتحاد الأوروبي وكل بقى التجمعات الاقتصادية والاتحاد الافريقي يعتبر حاجة كان بدأ بمنظمة الوحدة الأفريقية كانت في الستينات، وبعدين بعد كده تطور إلى وكله اتكون وكله قدر يكون رؤية استراتيجية متكاملة بعد كده أيا كان الاختلافات الداخلية. فكرة القومية العربية اتبلورت في الأربعينات، والحقيقة بدأت من سوريا، وبعدين بعد كده ظهرت في فكرة الجامعة العربية وكان مقررها مصر. نعم. إذا وارد إنه يحصل اختلافات في وجهات النظر زي ما بنقول كده على المستوى التكتيكي. برافو. لكن على كده استخدمت تعبير عسكري رائع جدا، ان على المستوى القضايا الصغرى من الوضع من الممكن جدا ان يتم هذا الاختلاف في وجهات النظر، ويجب الا يتحول الاختلاف الى خلاف على الاطلاق. لكن على المستوى الاستراتيجي ما ينفعش ما يبقى فيه اختلاف. بالطبع لا. وده مش موجود الا في منظمه جامعه الدول العربيه. يعني حضرتك عايز تقول كده؟ هي الاكثر أو الأكثر تجليا يعني لهذه الظاهره، بتظهر فيها الظاهره موجوده لان في اختلافات كثيره جدا في التوجهات العربيه. حتى يعني كل الاتحادات الاقليميه يعني داخل جامعه الدول العربيه، يعني يقول لك اتحاد المغرب العربي، اتحاد المغرب والجزائر يعني فتلاقي حتى داخل هذه التجمعات سرعان ما تنفصل. حتى الوحده بين مصر وسوريا، يعني كل انظمه الوحده ومحاوله الاندماج بين الدول العربيه وبعضها الحقيقه لم يحقق. استاذ خالد كباحث بقى، تفسيرك ايه؟ ليه يعني دايما طول عمرنا بنقول من واحنا صغيرين كده يا جماعه المنطقه العربيه، التجمع العربي، ما يسمى كنا بنسميه بالوطن العربي، اكثر تجمع في العالم في الكون مؤهل لانه يكون يعني ما فيهوش الاختلافات، مش الاستراتيجيه لا حتى التكتيكيه على المستوى الصغير. توحد في اللغه، توحد في الدين، توحد في العادات وفي التقاليد، وده مش موجود في اماكن كتير. تفسيرك لده حصل ازاي؟ وهل من قريب ولا المساله من زمان بيتم الترتيب لها؟ هي معضله النظام العربي دايما او منذ ان تم تاسيسه وما عرف وقتها بمصطلح او مضمون اللي هو المد القومي العربي، كان دائما بتتمثل فيه اللي هي اشكاليه الدور، بمعنى ان كان دائما كل دوله او كل وحده سياسيه بتريد ان تكون هي صاحبه الدور. احنا الزعامه يعني احنا لاحظنا ده في فتره من الفترات. كان عندنا في العراق كانت ايام نور السعيدي وغيره عبد الكريم قاسم كانوا يسعوا الى فكره الدور، انهم لديهم الامكانيات والموارد.
لاحظنا بعد ذلك مثلا بالتحديد بعد لما حصل في نوع من اللي هو القطيعه لمصر بعد اتفاقيه كامب ديفيد وما الى ذلك، انتقلت الزعامه الى حد ما الى سوريا وانتقلت معها مقر الجامعه العربيه. فاحنا دائما فكره اشكاليه الدور العربي، حتى واذكر حضرتك يعني حدث يعني جديد، ان عندما اقترحت مصر تشكيل القوى العربيه المشتركه، على الرغم انها كان الهدف الاساسي منها هو محاربه الارهاب، الا ان هناك دول كثيره وعديده وفي مقدمتها المملكه العربيه السعوديه اعترضت على فكره التشكيل القوى العربيه واستبدلتها بتحالفات اخرى قد تكون تحالفات اسلاميه او تحالفات عربيه اسلاميه. فاضل يعني كل واحد من حضراتكم في دقيقه هيقول لي تمنياته في القمه القادمه اللي في اخر الشهر ده، اللي بناء عليه او اللي تم الترتيب لها من هذا الاجتماع الدوره 147. يعني انا يعني هي المخرجات بتؤدي بنا دائما الى نتائج. لا مش اللي حضرتك شايفه، اللي تتمنى انه يعني يركزوا عليه في او يطلع بيه قرار او توصيه في والله عفوا قرار في القمه القادمه. اتمنى ان يكون هناك اجماع عربي وتحديد لمصطلح الارهاب، وان تتفق الدول العربيه لمحاربته، لا ان تكون مثلا كل دوله لها تعريف ومسمى للارهاب حسب الاهواء وحسب المصالح الخاصه بها. ده كل اللي بقدر اتمناه، لانه من خلاله لو قدرنا ان احنا نتفق على تحديد معنى واضح للارهاب والجماعات الارهابيه، هنقدر من خلالها ان احنا نواجه الازمات والتحديات. استاذ احمد، الحقيقه انا اتمنى تبني وجهه النظر المصريه اللي بتنظر للكتله العربيه بانها كتله واحده، خاصه فيما يتعلق بالامن القومي العربي. احنا عندنا خريطه التهديدات والمخاطر الدوليه كبيره جدا وتهددنا جميعا كمنطقه عربيه. لك ان تعرف استاذ محمد ان المنطقه العربيه 14 مليون كيلو متر مربع، وهي كتله صلبه 400 مليون مواطن. اعتقد ان من مصلحه كل القوى الدوليه الكبيره الكارهه للعرب ان تفتت هذا الكيان لكي تواجه كل منا على حده. إذا نظرنا إلى الرؤية المصرية بأن الأمن القومي العربي هو جزء واحد لا يتجزأ، يمتد من المحيط شرقا حتى من المحيط غربا حتى الخليج شرقا، وأن فعلا مصر جاهزة ومؤهلة تماما لحماية الأمن القومي العربي إذا توحد كل الإخوة العرب على كلمة سواء. استاذ احمد السرساوي نائب رئيس تحرير اخبار اليوم، نشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ خالد عبد الخالق الباحث في العلاقات الدوليه، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا، ان شاء الله بكره حلقه جديده وحوار جديد، تابعونا.